مقام وأنغام. مستمعينا الأحبة، أهلا بكم في فقرة جديدة من برنامجكم مقام وأنغام. مستمعينا الأكارم، إن الحفاظ على التراث وتوثيقه يعتبر مهمة جسيمة تتجاوز حدود الزمان والمكان ليصل إلى الأجيال المقبلة كجزء من هويتنا وذاكرتنا الجماعية. فالأرشيف ليس مجرد مجمع للمعلومات والتسجيلات، بل هو الجسر الذي يربط بين ماضينا وحاضرنا، ويمكننا من تفهم جذورنا والاستفادة منها في بناء مستقبلنا. وفي ظل التطور التكنولوجي أصبحت الأرشفة أكثر أهمية مما كانت عليه سابقا لتحمية تراثنا من الاندثار والتلاشي. يسعدني أن أستضيف معنا اليوم ضيفا كريما، وهو أحد أعمدة الأرشفة الصوتية، صاحب مكتبة صوتية غنية بالنوادر والتراث الثمين، ليحدثنا عن دور الأرشفة في صون تراثنا ونقله للأجيال القادمة. رحبوا معي بالأخ زكريا الأنصاري، فأهلا وسهلا بك أخ زكريا في برنامج مقام وأنغام. يا أهلا وسهلا أستاذنا الفاضل، حياك الله، أهلا بك، يبارك فيك ويبارك. أستاذ زكريا، بالبداية هل يمكنك أن تحدثنا عن بدايات اهتمامك بالأرشفة الصوتية والتراثية، وكيف تطورت المكتبة الصوتية التابعة لك مع مرور الوقت؟ شلون كانت البدايات؟ شلون حبيت أن تجمع هذه الأشرطة والتسجيلات الصوتية؟ عمرك مو كبير، أنت شاب ما شاء الله. الله يسلمك أستاذنا الفاضل. احنا من بدينا نجمع بالفطرة. نعم. يعني كنا نسمع تساجيل، والتساجيل اللي نحبها كنا نشتريها، تعرف سابق مكاتب محلات مع تسجيلات، فنشتري الكاسيتات ونستمع لها. الجمع بدأ عن طريق، يعني صار بدأ يكون ولع، يعني نعم. احنا كنا نسمع المرحوم يوسف عمر. نعم. فاللي يطربنا والما يطربنا حبا بيوسف عمر قمنا نجمع أكثر عدد من أرشيفة من كذا. نعم. يعني كانت هواية مو احتراف بالبداية. تمام. فشوية شوية صارت علاقتي بالمرحوم سمير عبد الله الخالدي عن طريق محل تسجيلات أنغام التراث. نعم. فالرجال علمنا بأنه شلون نأرشف، شلون نوثق، شلون نجمع، شلون كذا. فبدأ الاحتراف مننا يكون. نعم. إلا أن متوفى المرحوم ابن عمر صاحبنا وصديقنا، تحياتنا له، سلمني العهدة، قال لي هذا مفتاح المحل مال تسجيلات أنغام التراث، وأنت حافظنا على هذا التراث وكذا. فهنا بدأت علاقاتي تتوسع مع رواد المقام العراقي. نعم. ومع الأساتذة، وصار الموضوع احتراف عندنا. شلون المعايير اللي تعتمدها في اختيار المواد التي تقوم بأرشفتها؟ وهل تركز على نوع معين من التراث أو التسجيلات الصوتية؟ يعني احنا نعرف التراث متنوع، فيه الغناء البدوي والغناء الريفي والغناء الموصلي وغيرها. يعني تعرف العراق بلد متنوع وغني بهذا التراث. يعني أنت مهتم فقط بالمقام العراقي ولا بالأشكال الغنائية الأخرى؟ أستاذنا الفاضل، احنا بلد العراق بلد مشكل بجميع ألوان الغناء العراقي. نعم. نعم. من الشمال إلى الجنوب. نعم. فاحنا حوينا كل هالمواضيع الفنية. الأغنية البغدادية، المقام العراقي، الأغنية الريفية إلى آخره، ولكن صار اختصاصنا المقام العراقي. نعم. ولا سيما جمع المناقب النبوية الشريفة. نعم. كل ما يتعلق بالمقام العراقي. نعم. يعني وأشكال يدخل بالمنقبة النبوية، ويدخل في تلاوة القرآن الكريم، وأيضا الابتهالات وتواشيح. نعم. أنا أشوف أكو خلل واضح وقديم
بأنه أغلب اللي يمتلكون مكتبات عن المقام العراقي ما يجمعون المقامات الكردية اللي هي متقل أهمية وهم تراث وهم مقامات وقراء كبار مثل علي مردان وغيره. مو تشوفه خلل ولا تشوفه أنت صح أنه بس المقامات العربية؟ لا أكيد هذا خلل ونقص يعني احنا نقدر نقول عليه، لأنه المقام العراقي يؤدى بجميع أشكاله وبجميع أطيافه المكونة بالعراق. نعم. فيجب على من يأرشف أن يجمع جميع ألوان الغناء العراقي. نعم. هسه خلينا بالمقام، إذا نقول المقامات العراقية، نعم. عندنا مقامات لقراء مقام من مدينة السليمانية، وقراء مقام من مدينة أربيل ومن دهوك ومن قانقين، لكنه يؤدون مقاماتهم باللغة الكردية مثلا، مثل ما كان بالسابق المقامات تقرأ إضافة إلى اللغة العربية. عندنا قراءات مقام باللغة الفارسية وباللغة العبرية وباللغة التركية، مو عندنا هيك مقامات؟ أكيد احنا كان أحد أصدقائنا الله يرحمه ماربين صليوة، نعم، رجال كردي، وكان يجي لبغداد ويأدينا المقامات بعضها باللغة الكردية وبعضها باللغة العربية. إيه، بس هو كان يعني من المتأثرين جدا بيوسف عمر وكان يقرأ نعم. على الطريقة البغدادية. أنا أقصد المقامات المحلية التي لا تقل أهمية عن المقامات عندنا في بغداد. أكيد هاي جملة من المقامات تسجلت في وقتها في اسطوانات أيضا. ما هي التحديات اللي تواجهها اليوم أنت بجمع هذه الأشرطة وتنقيتها ربما، وأيضا ترتيبها وفق الفترة الزمنية أو المنهاج اللي تستخدمه أنت؟ أستاذنا الفاضل، احنا عالم التسجيلات مر في مرحلتين. نعم. مرحلة قديمة يعني نقدر نقول عليها قبل 2003 كانت محلات لبيع الأشرطة الكاسيت. نعم. كانت تجي العالم تتعنى من مناطق بعيدة إلى المحل أو من محافظات تتعنى. تمام. وتسوي طلب أوردر. نعم. ويروحون يقضون مشاويرهم كذا بين ما بالمحل يكمل يجهز الأشرطة. نعم. فبعد 2003 صارت التكنولوجيا وصار الانترنت والكذا. نعم. ردينا احنا الجميل للمستمعين. نعم. يمنع احنا ننقل الشرايط عن الحاسبة. نعم. وعن طريق التواصل الاجتماعي، ومكان ما يجي ويتعنى ويصرف فلوس وكروة وشراكة، يمنا ننشر الأشرطة مجانا للمستمعين. هو هذا بعد ما شعرتوا أنتم، وأيضا احنا أيضا شعرنا وشخصنا بأن التراث يمر في أزمة وتهديد حقيقي بالانقراض. وأيضا المنظمات العالمية واليونسكو قد أعلنت على أن المقام العراقي من الفنون الإنسانية والمهددة بالزوال. فهذا شيء جميل وتشكرون عليه أنت وأصدقائك من اللي يهتمون بالتوثيق التراثي. أنا أشكرهم والله. وأنت لما تنشر هذه المقامات على مواقع التواصل، أنا أعتقد هذه مهمة وطنية، والجميع لازم يهتمون بها ويقدموا لك أي شيء تحتاج. أنت يعني ما تواجه بعض الصعوبات بالنقل والبرامج؟ لو عندك معرفة أنت بالنقل والبرامج الإلكترونية. والله أستاذ الفاضل، أنا يعني شكر موصول لأصدقائي اللي هم دي يساعدوني. احنا مجموعة من الأصدقاء. نعم. فأنا علي أزودهم بالشرايط. نعم. وواحد اختصاصه تحويل من الكاسيت إلى الحاسبة، إلا اختصاص يقعد يصفي، الآخر اختصاص يمنتج. نعم. فتقريبا احنا 4-5 نشتغل على هذا الموضوع، وحتى ما نخبن اسماء اصدقائنا وننساهم. يعني مثلا عندنا كابتن جواد، عمر خماس، عندنا ايمن الطائي. نعم. يعني احنا هالمجموعه نتعاون بيناتنا، وهذا طبعا تاخذ من عندنا وقت كلش كبير. نعم. تعرف شريط ابو الساعه نقله هم يطول ساعه، ياكل ساعه، وتصفيته اكثر من ساعه، وتقطيعه وما اعرف شنو. يعني الملف الواحد اللي نصعده احنا للمواقع التواصل ياخذ من عندنا وقت اكثر من 5 ساعات. تمام. حتى يوصل بشكل صحيح للمتلقي. اضافه بانه احنا بعض الفضائيات كنا احنا نتعاون وياهم، ما زلنا نتعاون، من يحتاجون يعني مواضيع فنيه. نعم. سواء مرئيه او صوتيه، هم ندعمهم ونعطيهم في سبيل يوصل اكثر عدد. من خلال هذا البرنامج نحييهم لجميع الاخوه اللي يعملون في هذا المجال وبنشر هذا التراث، وان شاء الله نحاول ان نتعاون، وايضا ما نمتلكه
احنا بمكتباتنا الخاصة من أشرطة صوتية أو ربما بعض البرامج اللي يحتاجوها. أخ زكريا، هل في مكتبتك بعض التسجيلات اللي تشوفها نادرة أنت أو قطع صوتية يعني ذات قيمة؟ أكيد طبعا. أنا يعني عندي آلاف الساعات لحد هسه غير مسموعة وغير طالعة يعني للنور وكذا. نعم. لأنه تعرف يعني جمعت تقريبا ما يقارب 25 ألف ساعة بين مرئي وبين صوتي. نعم. بعضها يعني من اسطوانات وبعضها من تيب أو كاسيت أو فيديو كاسيت. فتعرف احنا مستمرين بالنشر وبالكذا، فعندنا جملة كبيرة من الملفات النادرة، يعني جدا نادرة وغير مسموعة وغير معلوم بها أصلا. من التسجيلات الإذاعية ولا أسطوانات تقصد؟ بعضها أسطوانات، والإذاعي نقدر نقول عليه نادر بس ما مفقود. نعم. بس مثلا أكو نادر ومفقود، يعني مثلا حفلات خاصة مثلا بين سيدة سليمة مراد وعفيفة اسكندر تكون نعم. جلسة خاصة بدون موسيقى. هذا طبعا يعني يكون عند قلة يتداولوا طبعا. بالضبط. بينما النادر مثلا قبل فترة استعرضنا محاضرة للأستاذ المرحوم باهر فائق باللغة الإنجليزية. نعم الله يرحمه. عن المقام العراقي. نعم. زين. وجملة من هالتساجيل. هذه الملفات الصوتية أنتم تبذلون عليها جهود في فلترتها وتنظيفها من الشوائب لتحسين الجودة. أكيد، لأنه بعض التساجيل هو الماستر اللي عندنا الكواليتي ماله تعبان. نعم. فشقد تشتغل عليه. أكيد. أكو تحسن فرق عن الماستر. نعم. بس ما راح يجي الكواليتي المطلوب 100%. مع الأسف احنا كانت إذاعة جمهورية العراق من بغداد تمتلك أكبر أرشيف للمقام العراقي والغناء العراقي عموما، لكنه مع الأسف بعد أحداث 2003 تعرض هذا الأرشيف إلى السرقة وربما الحرق بسبب الحرب اللي كانت دائرة آنذاك. هي دعوة لكل مهتم ومحب للتراث العراقي أن يبادر اليوم على نشرها، لأنها ثروة عراقية والتراث عراقي. أخ زكريا، في النهاية ما هو حلمك المستقبلي للأرشيف الصوتي اللي تمتلكه؟ هاي العدد الكبير من الساعات اللي أنت سعجيت عنها، أكو عندك فد مشروع مستقبلي تنفذه؟ يعني أنا عندي جملة من الأفكار بهذا الموضوع، يعني ومن جملة هذه الأفكار بأنه توثيق سيرة حياة رواد المقام العراقي، وأمنيتي بأنه أن تجسد هذه الشخصيات العريقة اللي حملت راية التراث العراقي، أن تجسد في تمثيليات أو مسلسلات. نعم. تخليدا لهم. نعم. لأنه طور جنابك الكريم احنا المقام العراقي له غنائي ينقل حالات اجتماعية، حياة بغداد الاجتماعية وبعضها السياسية وبعضها العاطفية. كل مقام وكل بستة كل كذا يجسد لك فد حالة معينة في ذيك الحقبة أو ذاك الزمان. نعم. وتعرف كل رائد مقام عنده سيرة بهذا العطاء ما يقل عن 40 سنة وأكثر. نعم. زين. فهذا أحد أحلامي بأنه أن تنفذ بعض المسلسلات أو بعض التمثيليات لرواد المقام. جميل جدا، حتى تسلط الضوء عن حياتهم. نعم. وعن أساتذتهم. يعتبر نوع من التوثيق وكتابة تاريخ هؤلاء الفنانين اللي حملوا هذا التراث العراقي حيا في قلوبهم وفي مشاعرهم طول حياتهم. ولهذا السبب احنا مهدنا لهذا المشروع عن طريق النشر. نعم. بأنه من كثرنا بالنشر وكثرنا بالتواصل حتى شنو نستقطب العالم. نعم. نحبب العالم، بعد من نعرض عليهم هيك مشروع يكون عندهم أوليات. لأن تعرف أحيانا بسبب حالات ظروف خاصة يمر بها البلد يصير عزل. تمام. فاحنا نبث الحياة عن طريق تراثنا العراقي. أحسنت أستاذ زكريا. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لضيفنا الكريم زكريا الأنصاري الذي أتحفنا بحديثه الممتع. نتمنى لك دوام النجاح والتوفيق في مسيرتك في خدمة التراث
أما أنتم أحبتي المستمعين، ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل. تقبلوا مني ومن مخرج البرنامج أحلى التحايا. إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم مقام وأنغام. إعداد وتقديم طه غريب. مقام وأنغام. إخراج قتيبة إبراهيم.